نعرف أن المدرب ليس مربوط بجنسية، المدرب مربوط بكفاءة. أما بالنسبة للدورات التدريبية فمثل ما هاجمني وقال لي لو جاي شايف النصر، فأعتقد أن لكل دولة خططها وأمورها. كان بالسعودية ما عندهم، أو هو يمكن بالنادي ما يدري مستوى الاتحاد تخطيط الاتحاد، فهذا أمر متروك لهم. لكن إحنا بالكويت في اللجنة الأولمبية واتحاد القدم هناك دراسات بالنسبة للمدربين، وهناك مدربين أكفاء. والآن في قرار يمكن الإخوان في قطر بعد اجتماعي مع الشيخ محمد أن جميع مساعدين المدربين من المحليين، وإحنا بالكويت الآن جميع مساعدين المدربين للمنتخبات الوطنية يجب أن يكون كويتي. قودوا مع الأندية وخلافه. حتى كلمة مساعدين مدربين قال لي الأخ عليه أحمد فادل أحمد، إحنا عندنا في الكويت مساعدين مدربين مش جديدة يا أخي. أنا أحب أقول له في يوم من الأيام منتخب الكويت مسكه مدرب وطني وحقق نتائج ممتازة وجيدة. وعلى ما أعتقد لما خذ كأس الخليج إذا ذاكرتي ما تخونني، كأس الخليج في البحرين، أنا يعني في البحرين قالها، خذاه مدرب وطني كويتي. يعني احنا تاخر حيث انه مساعدين مدربين، احنا نبغى نتطور، نبغى المدرب الكويتي هذا اللي الخليج تطور ومستوى تطور، يعني ما في نموذج، يعني ما في خطه لتطويره. اما موضوع مساعدين مدربين في الامارات موجود ما عندكم. انا عندي في السعوديه في نادي النصر انا ماسك رشيد وشافي يوسف خميس، الفريق الاول ماسك العام نصر الجوهر، في الهلال نفس الشيء، في الاتحاد، في الوحده، في كل انديه المملكه العربيه السعوديه. خليل الزياني ماسك نادي القادسيه حتى الان العام والسنه هذه. اعتقد الاخوان في قطر نفس الشيء مساعدين. احنا ما نناقش على مساعدين يا جماعه، مره مساعدين ومره يقول المدرب مؤمن فيه ما له وطن. انا اؤمن في هذه كلها ولا ناقش المساعدين. انا ناقش يا جماعه قضيه ايش المخطط التطويري اللي عمل لتطوير الكوادر الوطنيه الرياضيه في منطقتنا.